السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ فاكرة هنية مع ماما وسلمى. هنعمل النهاردة كنافة بالمانجا. تعالوا بينا نخش الفيديو ونشوف مكونات وصفتنا النهاردة. بسم الله. ومعانا مكونات وصفتنا النهاردة. معايا كنافة كده مفرزاها، ومانجا انا مقطعاها قبل التصوير وهكملها بس عشان مطولش عليكم الفيديو. ومعايا سمن نباتي ومعايا سمن بلدي. تعالوا بينا بقى نشوف ايه. هنبتدي بايه الاول؟ حبايبي انا هعمل الاول حاجه اللي هي المهلبيه اللي احشي بيها الكنافه مع المانجا. تمام. انا معايا كوبايه من اللبن، ومعايا كمان نشا هاخد منه، ومعايا سكر برضو. مش هحلي المهلبيه قوي لان في شربات هيتحط. تمام. انا معايا شربات جاهز، يعني انا عاملاه جاهز. يلا بينا بقى نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. اهو دلوقتي انا عند البوتاجاز حاطه كازرونه على النار، واحط كوبايه اللبن. تمام. احط معاها، انا مش عايزه ايه سكر كتير احطه على اللبن لان في بصوا اهي مش هحط الا دي بس، مش هحط تاني. معايا كمان من النشا، انا هاخد معلقه كبيره كده من النشا. نقلب بقى على البارد كده. اهو حبايبي ادي المهلبيه اتعملت اهي. واسيبها بقى ايه لحد اما اخلص الكنافه الجزء الاولاني اهي. بصوا. تمام. يلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. حبايبي بصوا، انا بقطع الكنافه كده، بقطعها ايه يعني صغيرات كده اهي. بعد ما قطعتها بقى كده خلاص كده تمام. انا طبعا مسيحه هنا ايه معلقتين سمنه بلدي ومعلقتين سمنه نباتي، وبعدين احطهم عليها كده. حاول بقى ايه كلها لازم تتشرب. تمام. الكنافه اهي بعد ما شربتها السمنه اللي انا سيحتها معاكم. تمام اهي. بصوا بقى هناخد نصها كده وهنحطها في الايه. ماشي. من تحت كده اهو. ده الطبقه الاولانيه. هجيب بقى المهلبيه اللي عملناها سوا اهي. انا طبعا مش هحطها على الاطراف عشان انا مش عايزاها تنشف. اهو حبايبي بعد ما حطيت كده المهلبيه او الكريمه بتاعتنا، هنحط بقى المانجا كده. زي ما انتم شايفين كده. بعدين بقى نحط الايه الجزء الاخر بتاع الكنافه. تمام. اهي الكنافه بتاعتنا اهي. خلاص كده انا بقى ايه هدخلها الفرن، وما اطلعها اسيبها بالشربات، واحط الكنافه من فوق المانجا من فوق ونشوف هنعمل ايه دلوقتي. حبايبي
بعد ما طلعنا بقى الكنافه من الفرن زي ما انتم شايفين كده، انا بقى هسقيها بالشربات. طبعا احنا عاملين حسابنا الكريمه جوه الكنافه مش مسكره خالص. شفتوا حبه السكر اللي انا حطيتهم قدامكم وانا بحطها على البوتاجاز؟ تمام كده. اعمل ايه تاني بقى؟ نحط بقى ايه قطع المانجا كده، بس الاول هنقطعها. قبل ما احط قطع المانجا كده انا هقطعها. لما قطعتها كده بقى هحط على المربعات دي او المانجا بالشكل ده. تمام كده. اهو حبايبي، المانجا دي بقى بصراحه او الكنافه دي بالمانجا تبقى تحفه، ملهاش حل يعني. بصوا حبايبي، بعد ما حطيت بقى قطع المانجا كده هناخد منها خرطه بقى ونحطها ايه في الطبق ونشوف عامله ازاي. اهي بصوا ما شاء الله عامله ازاي، شاربه وجواها كريمه تحفه، والله والله تحفه. اهي تمام كده. وبعدين بقى لما ناكل منها ادي الكريمه اهي، بصوا الجمال وشاربه ازاي، بصوا المنظر والله العظيم تحفه، بسم الله ما شاء الله. بصوا دي جميله جدا طبعا وشكلها احلى. وهي دي كانت وصفتنا النهارده، كنافه بالمانجا. والله ان جربتوها وعجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم.